ضيعت وقت كتير يا رمضان، والأهلي هو جنة نجوم أفريقيا. علي معلول في مكالمة هاتفية بيشرح لزميله الجديد محمد علي بن رمضان الأوضاع جوه الأهلي. النجم التونسي محمد بن رمضان تواصل مع زميله علي معلول وأكد له إنه خلاص هيكون لاعب في الأهلي من الصيف الجاي. بن رمضان قال لمعلول: كان نفسي أكمل في أوروبا، وكان عندي أمل ألاقي عرض إسباني أو إنجليزي، لكن الظروف ما ساعدتنيش، والفريق هنا طموحه أقل من طموحي. فمعلول رد عليه وقال له: أنت اتأخرت كتير في قرار الانضمام للأهلي يا رمضان، وصدقني بعد أول شهر في الأهلي هتندم على كل يوم اتأخرت فيه عن الانضمام للأهلي. أنا بقالي سنين طويلة هنا، وعايزة أكمل عمري وحياتي في نفس المكان حتى بعد ما أبطل كورة. ولعلمك أنا تلقيت عروض مغرية جدا جدا طوال مسيرتي مع الأهلي، وكنت قادر أعمل ثروة أضعاف اللي جنيته مع الأهلي، لكن اللي لقيته هنا مستحيل كنت ألاقيه في مكان تاني، ومستحيل أي فلوس تعوضه. أنت هنا هتحس إنك بالظبط في فريق أوروبي من الطراز الأول. الاحترافية في كل شبر هي العنوان السائد. هتلاقي حب ودعم ونجومية وجماهيرية مش هتلاقيها في حتة تانية في العالم غير في ريال مدريد أو برشلونة. شغف وحب الأهلوية بالكورة أشبه بشغف جمهور ليفربول والإنجليز والطليان بأنديتهم ونجومهم. أقسم لك بالله يا حبيبي، حياتك هتتغير تماما بعد الانضمام للأهلي، وهتقول إن حياتك قبل الأهلي شيء وبعده جنة ونعمة وهبة من الله. كمان الفريق في مرحلة بناء جديدة، وبيشتري صفقات من عيار تقيل جدا. وعشان تبقى فاهم، ده جيل هدفه يستحوذ على كل الألقاب لحد 2030. دي خطة الإدارة اللي إن شاء الله هكون جزء منها بعد اعتزالي. والعمل بشكل مخطط وخطة طويلة الأمد دي يطمنك إن جاي المشروع كبير، مش مجرد فريق عادي. هتروح كاس عالم الصيف ده مع فريق جبار، جاي لك تريزيجيه وحمدي فتحي، ومعاك بن شرقي، وجاي 3 صفقات تانية مستوى عالي جدا. وبعد البطولة النادي خزينته هتنتعش، ومستوى الفرقة في كل الخطوط هيبقى مرعب جدا جدا، والمسافات بينه وبين أندية أفريقيا هتتسع أكتر وأكتر. كل اللي عليك تركز في الملعب والتمرين والإخلاص للنادي، وقتها أنا واثق هيتعمل لك تمثال وهتنجح، ومسيرتك هنا هتبقى أفضل من مسيرتي، لأنك جاي في ظروف أفضل على كل المستويات، والفرقة أقوى. وخلال أيام هيكون معانا مدرب من فئة عالمية كبيرة قوي قوي.